تفتكر لو ركبت طيارة ولقيت الكابتن اللي بيسلم عليك ميت من سنين هتعمل ايه؟ كارثة حصلت من حوالي 50 سنة ولسه لحد النهاردة أشباحها بتطارد الناس في كل حتة. الطيارة وقعت وركاب ماتوا، ولكن الغريب إن الحكاية ما خلصتش بالحادث ده. في طيارين بيقولوا إنهم لحد النهاردة بيشوفوا زمايلهم اللي ماتوا في الطيارة قاعدين معاهم في الكابينة لكنهم عايشين. لا، وكمان بينبهوهم بالحوادث قبل ما تحصل في رحلتهم. النهارده هنفتح ملف طيارة 401، الطيارة الأشهر في عالم الرعب. يوم 29 ديسمبر في 1972 فوق مدينة ميامي، وفي لحظة هبوط الطيارة 401 كابتن الطيارة بيلاحظ كارثة، وبسبب الكارثة دي بيحصل لخبطة في كل الترتيبات وبيرجع عن قراره في هبوط الطيارة. الطيارة كانت تابعة لشركة إيسترن إيرلاينز، وكانت طيارة من نوع لوكهيد 101. شكلها ضخم جدا ويعتبر من أكتر الطائرات المتطورة في الوقت ده، واللي بتكون متكونة من دورين فوق بعض، دور للركاب واللي بيوصل عددهم ل 400 راكب، اما الدور اللي تحت بيكون فيه المطبخ وطاقم المضيفين والاستراحة بتاعتهم، واخر الطيارة خالص فيه 2 اسانسير صغيرين جدا بيوصلوا ما بين الدورين. الساعة 9 بالليل كان ميعاد الرحلة، وخرجت الطيارة من مطار جون كينيدي بعد ما تم فحصها كويس جدا وفحص محركاتها. الطيارة كان فيها 163 راكب و13 شخص من المضيفين والكابتن، واهم واحد في الطقم ده كله هو كان كابتن بوب لوفت اللي كان عنده 50 سنة، علشان عنده اكتر خبرة في مجال الطيران ما بينهم. الطيارة اقلعت والرحلة كانت عادية جدا زي اي رحلة تانية، لكن بعد مرور ساعتين وخلاص الطيارة بدأت تقرب من مدينة ميامي وتنزل الركاب، جه وقت هبوط الطيارة وهبوط العجلات بالاخص. كابتن بوب لاحظ حاجة غريبة جدا، وهي ان لمبات العجل ما نورتش، وده معناه ان العجلات ما نزلتش. بوب طبعا اتوتر جدا وافتكر ان المشكلة في اللمبة وان العجلات هتنزل، وان اكيد مفيش مشكلة في الطيارة علشان دي طيارة جديدة وبالاخص اول رحلة ليه. بوب كلم ابراج المراقبة وبلغهم انه مش متأكد لو عجلات الطيارة نزلت ولا لا، وابراج المراقبة طلبوا من بوب انه يتوجه بسرعة بالطيارة لمنطقة اسمها ايفر جريدز، ودي منطقة زراعية وكلها برك مائية. وهنا بوب طلب من دون ريجو واحد من المساعدين انه ينزل تحت في كابينة الطيارة يشوف هل العجل بينزل ولا لا. وطبعا الكلام ده كان بيحصل بالليل جدا ومفيش اضاءة، يعني حتى لو العجل نزل هم مش هيشوفوه، وده كان السبب في الكارثة. الدنيا كانت ضلمة كحل ومحدش شايف حاجة. في الوقت ده يجي روبرت واحد من المضيفين اللي أخد باله من حاجة مرعبة جدا، وسببها اتخض وجري على كابينة الكابتن وفضل يصرخ، وقال لهم انه هو تحت في الطيارة لقى حتت من الطيارة بتتكسر وبتقع في الجو وبتطير، وان الطيارة بتقرب من الأرض ببطء. طبعا كل اللي في الكابينة بدأ يتوتر ويتخض على أرواح الناس اللي معاهم في الطيارة، وخلال التوتر والهرجلة دي بوب ايده بتخبط في ايد التحكم، الطيارة بتبدأ في الهبوط بشكل سريع، لدرجة ان الطيارين ملحقوش ينبهوا الركاب انهم يلبسوا حزام الامان. وهنا الركاب بتبدأ تحس بهبوط الطيارة اللي بتنزل بقوتها في المنطقة الزراعية المظلمة، ولحسن الحظ المنطقة دي كان فيها برق مائية، وده قلل من قوة سقوط الطيارة على الأرض، وكانت سبب إخماد الحريق اللي حصل نتيجة انفجار محركات الطيارة. اللحظة اللي أنا بحكيها لكم دي عدت في ثواني، ولكن عدت على أصحابها أكنها سنين من الرعب. كابتن بوب طلع نفسه بأعجوبة من جوه الطيارة هو وروبرت، ولكن أول حاجة فكروا فيها هي إنقاذ الركاب. تم إنقاذ 77 شخص ومات 99 شخص، وللأسف كان منهم كابتن بوب والمساعد بتاعه ستوك ستيل والمهندس دون ريكو. طبعا حصل تحقيقات كتيرة بعد كده عن الحادث ده، واتضح ان الحادث حصل بالخطأ. كمان شركة الطيران حاولت تعوض اهالي الضحايا بفلوس كتيرة، ولكن الاهالي رفضوا. القصة ما خلصتش على كده، بالعكس الكلام زاد فيها بشكل كبير جدا. الناس طبعا بدأوا يتكلموا والموظفين يتكلموا اكتر، والشركة تحاول تقف قدام كل ده، لدرجة انهم كانوا بيرفضوا اي حد بيقدم في الشركة يذكر الحادث ده، وده كان بيأكد للموظفين اللي موجودين ان في مشكلة كبيرة. بس خليني اقولك لحد دلوقتي بتحصل حاجة غريبة جدا انا عن نفسي اتخضيت منها، وهي ان المضيفين وكباتن الطيارة حصل لهم حاجة غريبة جدا، وراحوا بلغوا الإدارة إن هم بدأوا يشوفوا زمايلهم اللي ماتوا في طيارة 401 بيمشوا وسطيهم عادي جدا، وبيركبوا معاهم الطيارة، وكمان بيحذروهم من أي مخاطر
قبل الرحلة. فعلا بيطلع كلامهم حقيقي، والكلام ده لو كان اتقال من واحد أو اتنين الإدارة كانت هتقول إن الصدمة كانت عليهم تقيلة، ولكن الغريب إن طقم بحاله قال نفس الكلام، وده اللي خلى الإدارة تترعب أكتر وأكتر. كلهم مستغربين إزاي ده بيحصل، لحد ما جت لجنة فحص للأشباح بالأجهزة الترددية بتاعتهم اللي بتكشف الأجسام الغير مرئية، ولقوا إن الترددات بتعلى عند طيارة معينة واللي كان رقمها 318، نفس نوع الطيارة 401. واللجنة اكتشفت بقى إن الطيارة 318 تم تصنيعها من حطام طيارة 401، وإن يمكن تصنيع الطيارة الجديدة من حطام طيارة 401 هو السبب الرئيسي في وجود الأشباح دي، وإن أرواحهم بتطوف حوالين المكان ومش مرتاحة. الوقت اللي اللجنة موجودة فيها بتخرج مضيفة وهي بتصرخ اسمها ساس، وهي بتقول إنها شافت حاجة مرعبة جدا. بتقول إنه هي بتعد الركاب لقت كابتن طيار وسطهم بالزي الرسمي القديم، فراحت تكلمه عشان تعرف اسمه أو أي بيانات عنه، ولكن هو مردش عليها، كان باصص قدامه بس. ولما بصت على الزي علشان تعرف اسمه من الزي اكتشفت انه كابتن بوب لوفت. فاكرينه؟ كابتن اللي مات في الرحلة 401. طبعا الإدارة هدت المضيفة وقالت لها ما تجيبش سيرة لحد، وادوها مبلغ كويس. وبعد كام يوم اتفاجئت المضيفة انها اترفدت. استمر الوضع كده، كل لما حد بيتكلم عن الرحلة دي او يقول انه شاف شبح من الاشباح بيترفض فورا. وده خلى اي حد يشوف حاجة يسكت وما يجيبش سيرتها حتى ما بينه وما بين نفسه، علشان مصيره ما يكونش زي زمايله الرفض. خطة ذكية من الإدارة علشان تبطل شوشرة وتحافظ على سمعتها وترجع الوضع زي ما كان. خليني أقولك بقى إن لحد النهاردة المضيفين بيشوفوا الأشباح ومش بيتكلموا. لو انتوا مكان المضيفين وشفتوا كابتن مات من سنين وسط الركاب، هتسكتوا علشان تحافظوا على شغلكم، ولا هتتكلموا مهما كان التمن؟